مواضيع راديو. هنا نعيد إحياء أجمل ذكريات الزمان الجميل وأشهر مسلسلات الإذاعة التي عشنا معها. ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. برنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. ليلة حظ. ليلة حظ، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. قاعد لغايه دلوقتي ليه يا ده جنش؟ في الشغل يا معلم سيد. ابو المره البغلي واستريح النهارده شويه، اصل بقاله كام يوم شقيان. بيني وبينك يا ده جنش، الشغلانه بتاعتنا دي ما بقتش هي، بقت كلها تعب وطلوع روح. ده كفايه زحمه الشوارع يا معلم سيد. لا وايه، تسمع شتيمه يا جدع. الافنديه والبهوات اللي بيركبوا العربيات الملاكي لسانهم بينقط عسل اسود، ولا عساكر المرور زي ما يكون العربجية مننا مش بني ادمين. معلش يا جنش معلش، اكل العيش الايام دي مش بالساهل والله يا معلم، ولو انك تزعل مني انا عاوز اشوف لي شغلانه تانية. شغلانه تانية؟ انا هشوف لي حد هستوظف في الحكومه. انت عبيط يا ده جنش، انت فاكر الشغل في الحكومه بالساهل كده؟ انت معاك شهاده؟ شهاده؟ شهادة ايه يا معلم؟ وانا لو معايا شهادة انا ايه اللي كان هيشغلني عربجي؟ معلم سيد انا ميح. خلاص الحكومة ما بتشغلش ناس ميح. جنش انت دلوقتي عرباج صغير، بكرة تبقى معلم وربك هو المسهل. امسك. ايه ده؟ ايه دول يا معلم سيد؟ 5 شيلين عشان تقعد على القهوة تفك عن نفسك وتعدل من دماغك كده بكام بوري واحد شاي. طول عمرك كريم وعاطر وابن بلد يا معلم. معلم سيد. ايه ده؟ معلم سيد. ايه عاوز ايه الواد ده؟ معلم سيد. إيه؟ معلم سيد. ايه جرى؟ ألف مبروك يا معلم. قوم معايا. قوم معاك فين يا ولد؟ وده جراده، انت تصلي على النبي كده وتتهوى احسن 3 بالله العظيم. الهافك كف اجيبك 2. اللي الف مبروك يا معلم. تعال معايا مش تفهم المعلم مبروك عليه وروح معاك فين؟ طول بالك يا جنش امال. المعلم كسب البريمو. بريمو؟ ايوه يا معلم، ورقه الرصيد اللي انت خدتها مني اول امبارح. ايوه كسبت البريمو 200 جنيه. 200 جنيه؟ 200 جنيه؟ طبعا لازم المعلم يجي معاك. فين الورقه يا معلم سيد؟ مش عارف يا جنش، مش عارف يا معلم سيد. دي ما بقتش ورقه يا نصيب، دي بقت 200 جنيه. مش عارف راحت فين. انا خدتها منك انسانيه بعد ما هوستني، لكن يا نصيب ده انا لا اعرفه ولا بلعبه. انا اديتك القرش انسانيه. دور عليها يا معلم، يمكن تكون في جيب من جيوبك ولا حاجه. اسمع، انت كنت لابس اي هدوم؟ هي الهدوم اللي عليا دي ما غيرتهاش من 3 ايام. تبقى تدور يا معلم. ايوه يا معلم دور وانا كمان هدور معاك. بقول لك ايه؟ شوف في جيب صدري. طب شوف ايه العطايه؟ ايه العطايه؟ خلاص هشوف. الله ما انت كريم يا رب. يا سلام يا سلام عليا من الصبح وانا حاسس ان النهارده هيكون يوم زي المهلبيه. ايوه يا معلم سيد، هي اللي في ايدك دي. الله اكبر، الحلاوه بتاعتي. مش اما اتاكد بس من العباره يا معلم. انا متاكد. انا هوقف تاكسي حالا. قول لي هي الورقه دي بتتصرف من اي حته؟ ده جراده انت؟ متبان. والبنك فين؟ وسط البلد. وسط البلد، اخر البلد، شرق البلد، غرب البلد. هنجيبها. تاكس. استنى يا اسطى، استنى. يلا يا معلم، يلا يا جراده.
نعم. ايوه يا معلم سيد، تطلب ايه؟ هات للمعلم سيد شيشه حمي وقهوه وكازوزه وساحل ابو فانيلات شرابات نفتالين بالي. وبعدين يا جنش طول بالك شويه، انا مخي مربوك ودماغي مش معايا. هاتبولي بس يا هلب. امرك يا معلم. يا معلم ايه؟ الفلوس مش قبضناها. ايوه. الواد جرادة اكرمناه ومشي مبسوط. ايوه. الفلوس مش موجوده في جيبك. ايوه. طب لما كل حاجه ايوه مش عايز تفردها ليه بقى وتفكها؟ العباره عاوزه شويه بشراء. صريح العباره بقى، صريح العباره يا جنش. الفلوس ده انا محتار في امرها، هي حلال ولا حرام؟ حلال طبعا. حلال طبعا. عرفت ازاي انها حلال؟ البوري يا معلم. هات لي واحد كمان. هذا هلب. ها من عينيا. اقول لك انا عرفت ازاي يا معلم انها حلال. قول. احنا ما سرقناهاش، لا، ثم احنا صرفناها من البنك، والبنك حكومه، وفلوس الحكومه حلال. بس انا مره سمعت الشيخ نظير بيقول اليانصيب ده حرام. شيخ نظير قال كده؟ لا ما ظنيش يا معلم. الشيخ نظير ده رفدوه الكتاب من قبل ما يخش السنه اولى يا معلم. على كل حال شد لك كم نفس من البوري، هكون جبت لك الشيخ نظير نساله هنا اهو. واسمع، اطلب لي القهوه بتاعته من دلوقتي. سلام عليكم. خير يا معلم سيد. الله، دي القهوة جاهزة. انا طالبها من بدري يا فضيلة الشيخ. هو الواد جنش مش حكى لفضيلتك بقى العبارة في السكة؟ انا فهمته كل حاجة. مش بخصوص موضوع ورقة اليانصيب؟ تمام كده. شوف يا معلم سيد. نعم. انت صحيح نادر لما بتصلي، لكن انا اعرف واسمع عنك انك راجل عارف ربنا كويس. الحمد لله. شوف يا معلم سيد، نشوف. انت كسبت الورقة الملعونة دي مش كده؟ والفلوس جوه جيبي اهي. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي جوه جيبك دي يا معلم فلوس ملعونة. الله وحد الله يا سيدنا الشيخ. وحد له ما ساعة على جنش. في فلوس ملعونة. انا ترى لك يا راجل، خلي مولانا يتكلم. امرك يا معلم. ايوه يا شيخ نظير. شوف يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي حرام حرام حرام، وحذاري حذاري يا معلم انك تصرف منها مليم واحد على بدنك او على اولادك، او حتى عدم المؤاخذه كده على بغل او حمار من اللي بيجر عربيات الكرو بتاعك. يا ساتر يا رب. مش بعيد يا معلم تشتري قدح فول او عليقه لبغل او حمار ياكلها من هنا ويتقلب من هنا. ايوه، اصلك مش عارف المال الحرام بيعمل ايه. افادك الله يا سيدنا الشيخ، ربنا يزيدك من علمه. استاذن انا بقى عشان صلاه العصر. مع السلامه. وخلي بالك يا معلم سيد، الفلوس اللي معاك دي اللي دقها ابليس الملعون. بالسلامه مولانا. ابليس. اديك سمعت بنفسك، مولانا قال حرام حرام وحذاري حذاري. طب يعني نعمل ايه في الفلوس ده يا معلم؟ عشان الشيخ قال حرام حرام حذاري. قول لي نرميها نحرقها؟ ده يبقى كفر. 3 بالله العظيم يبقى كفر وبطر عن النعمة. انا هدور العبارة في مخي مرة تانية يا جن. دورها 10 مرات. وده هل نعم. هتبور المعلم سيد وخف نفسك شوية. خدامك يا معلم. انا دورت الحكايه في دماغي خلاص ورست عليها يا معلم سيد. مولانا الشيخ قال انها فلوس حرام، عشان كده بيني وبينها ربنا الفلوس دي مش هتخش بيتي. مش هتخش بيتك؟ خلاص هاتها وانت عارف ان انا ماليش بيت ولا ليا اي حاجه. لا. ليه؟ كده. ليه يا معلم كده. انا حبيبك وتربيتك واولى من الغريب. يا جنش انا بعتبرك اخويا يعني زيي، واللي اخاف منه على نفسي لازم اخاف منه عليه. معلم انت كده بتخسرني. طول بالك عليا يا الله، انا لقيت لها صرفه. طب اعرف ايه هي الصرفه دي؟ هو مولانا الشيخ مش قال ان الفلوس بتاعت الورقه دي دقاها ابليس؟ خلاص احنا بقى هنرجعها لابليس تاني. انت شربت كام بوره يا معلم؟ تقال
تعرف انت سكة ابليس؟ تعرف انت هو بيقعد على اي قهوة ساكن في ايها عمارة؟ جرايه يا معلم يا سيد. جنش يا جنش، طول بالك عليا، كل حاجة بالعقل، الله بالمخ. وريني المخ ده هيعمل ايه؟ ابليس يا جنش الحتت بتاعته معروفة. البوظة اللي جنبنا ابليس قاعد فيها، صح ولا غلط؟ صح. الخمارة اللي في الميدان فيها ابليس، صح ولا غلط؟ صح وفهمتك يا احلى العربجية اللي في الدنيا، يا عمدة العربجية. هنفرفش هنفرفش بالفلوس وهنشوف نفسنا. اديك فهمتني يا جنش. بس ايه قول يا معلم. الابالسه برضو فيهم فقراء وفيهم اغنياء، يعني ابليس البوظه مش زي ابليس الخماره اللي في الميدان. فاهمك يا سيد المعلم. انا بقى عايز شيخ الابالسه، ملك الابالسه، عشان نرجع له الفلوس. طب ملك الابالسه ده هنلاقيه فين؟ وانت لو كنت بتعرف تقرا وتكتب كنت عرفت شيخ الابالسه مطرحه فين. في حاجه في الجرايد اسمها اين تذهب هذا المساء. ايوه، اين تذهب هذا هي دي سكه ابليس. اسم الله عليك، انا عاجبك قوي. عشان كده بقى احسن واغلى وافخم خماره هي اللي هنلاقي فيها شيخ الابالسه. انا من غير جرنان عارف الحتت ده يا معلم، صار فيها صباحي ومش صباحي بس، ده شغال ليل نهار، لا مؤاخذه. ورديات. يبقى هناخد لنا كام ورديه هناك ونشرب المايه الحلوه، ونشوف الناس اللي حلوه، ونقعد القعده الحلوه. تعرف لنا بقى مطرح كده درجه اولى ممتازه. لا على النيل وعالي، يطلع بتاع 18 دور، ما يدخلوش بقى لا مؤاخذه الا الاكابر يا معلم، والناس اللي فوق. الله فوق الله، فلوسنا في جيبنا. ولا الله، الفلوس هي اللي هتخلي الناس بهواس. بس يا معلم هندخل المطرح المحترم ده الهدمه دي؟ لا طبعا، هنغير هدومنا، هنلبس الجلابيه الجديده ولمع الحته، وانا بقى هلبس هدوم المعلمه. بس خساره. ايه يا معلم؟ الولايه نبويه مراتي هتشوفني بلبس هدوم المعلمه هتسالني رايح على فين. الله، اقول لها ايه بس؟ بسيطه، قول لها ايوه، قول لها رايح اعزي في حمار واحد صاحبي مات. جنش، ادخل برجليك اليمين يا جنش. ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ تعال نجري، تعال نجري. انا عمري ما شفت مطارح بالشكل ده كل حاجه هنا اخر دندشه. ده جنش. الله، ده احنا مش الله، ده احنا مش عايشين ابدا. ولا تعالى نقعد هنا على الترابيزه الفاضيه دي. تعال. الناس هنا كلهم على سنجة 10 يا معلم. لا مش خواجات دول. خواجات ولا ايه؟ والله خواجات. لا مش خواجات، بص كويس. لا، دول مننا زينا، بس الهيئه هي المختلفه. ايوه يا سيد. رد عليه يا جنش. حاضر يا معلم. انتوا ايوه ايه؟ بيه. نعم. انتوا ايه؟ ده احنا بني ادمين طبعا، ولا انت سعاده البيه شايف غير كده؟ انتوا عارفين هنا ايه؟ طبعا عارفين، انت فاكرنا ايه يعني؟ ايوه انت اللي تسلك معاه يا معلم. هي دي مش خماره برضو؟ خماره، بس مش خماره من الخمارات اياها. هنا يا من غير كتر كلام، احنا عارفين هنا خماره درجه اولى. يعني خماره اخر قلاجه، الواحد يطلطش من القعده. وانت بقى محترم بتسال ليه؟ اصلي بشتغل هنا. وبتشتغل هنا ايه؟ ويتر. نعم. ويتر. ايه دي ويتر؟ تطلعي في شغلانه في الدنيا اسمها ورورطه. ويتر يا سيد يعني جارسون. الله. جرسون وبيه بالشكل ده. انا افتكرتك مدير يا اخي، باشا من البشوات ولا مباحث، تقوم تطلع وقال يا معلم. على كده بقى معلم، الواد هيل بيبقى اسمه ويطر، والواد خروبه بتاع البوظه يبقى اسمه ويطر. والله ولسه ما نشوفه يا جدعان. هيل بخروبه بوظه، انتوا لازم غلطانين في العنوان. الكافيتيريا كلها ناس محترمه ومش عايزين ازعاج، اتفضلوا بره. نبي بعد اذنك يا معلم سيد، تعال يا ويطر هنا. انت عارف انت بتكلم مين؟ سيبه يا جنش. والله ما سيبه الا لما بعد ما يعرف قيمه الناس اللي بيكلمها. تسمح لي 5؟ خد دي. انا مش مصدق نفسي يا معلم. ولا انا كمان. الله، شايف هذا جنش؟ حته الهريسه اللي جايه علينا دي
بونسوار سامح. بونسوار مدام. ياهو معمولة من ايه ده يا معلم؟ دي مش ست، دي خلاصة الستات. دي عصير ستات. بص وانت ساكت. ليلتنا كهرمان. في حد سأل عليا يا سامح؟ لا يا مدام. ولا تليفونات؟ برضو ما فيش تليفونات. طيب أنا هقعد هنا، هات لي كاس جين. اوكي مدام. كاس جن؟ ايه كاس جن ده؟ ما هي معروفة زي الشمس. جن يعني عفاريت. وطي صوتك. ايه العفاريت هنا بيعبوها في كاسات؟ باين كده. انا هطلب لي كاس شامورش. خال انت خال، لو سمحت يعني اسمع حاوي، حضراتكم بتشتغلوا ايه؟ الله ايه العبارة بالظبط يا جنش؟ هي السهرة هنا بالوظايف ولا ايه؟ استناني يا اخينا العبارة ووتر. انت تعالى، انت قارش ملحتنا ليه؟ احنا مش مالين عينك يا اخي. انت عارف ان مين اللي بيكلمك ده يا اخي؟ ده يبقى المعلم سيد مرشيدس يا اخي، صاحب عربيات. انا المعلم سيد مرسيدس صاحب عربيات نقل. وانا السكرتيه بتاعه. اسمع يا اخ جرسول، انت ايه عيب اللي انت بتعمله ده؟ سبق وقلنا لك اننا ناس فلوسنا في جيوبنا، لازمته ايه بقى ده كله؟ متأسف، حضرتك تطلب ايه؟ اهو كده بقى انت مؤدب ومتربي. هات لنا ازازه ويسكي. ازازه ايه؟ ويسكي اللاك وايت ده، بس حذاري اوعى تكون الازازه مغشوشه. مفيش عندنا هنا غش، الويسكي من الفابريكا على هنا. خلاص اتكل. معلم هذا جنش. مالك هذا جنش؟ روح. انت رحت فين؟ انا رحت في دنيا تانية انت. بص الست ده يا معلم. هي صحيح تلوع على كده الولية. انا بقى مراتي مش حريم بس دي الظاهر عليها عدم المؤاخذة. هذا جنش. هي عدم المؤاخذة صحيح يا معلم، بس قطة طرية طملظلظ. السلام عليك يا معلم. معلم سيد. ايوه يا جنش. انا عاوز الغيها. عايز تعمل ايه؟ يعني الغيها. لا جنش، كله كده. احنا مش عايزين مشاكل. مالنا بيها احنا؟ الله، مش من نوعها، احنا مش من توبها. اسمها نانا. شفت اهو وصل في ميعاده. لا وايه بيه؟ اخصى عليك يا منير، اتأخرت ليه؟ مشاغل يا حياتي، طول النهار في الجمرك. كانت عندي عملية صعبة شوية. ايه يا ترى؟ الحقيقة أنا كنت مستورد قطع غيار سيارات ب100,000 جنيه، والجمارك كانت معكساني شوية، لكن خلصت ازاي؟ أبدا، دفعت الجمرك طبعا، بس على 10,000 جنيه بس. هايل يا حبيبي، نشرب كاس في صحة قطع الغيار. ايه ده؟ سامع يا معلم؟ الحمد لله، قطع غيار العربيات الكار كلها صناعة محلية. 100,000 جنيه من الحكومة. المثل بيقول يا بخت من نفع واستنفع. ازازة الويسكي فين المازن؟ كله موجود. شكرا يا سيدي، شكرا يا امير يا ابن الامراء. احنا في الخدمة. خليك قريب مننا كده عشان احنا دايما هنطلب كتير. امرك معلم. ايوه جنش. تعرف منين انت اذا كانت الازازه دي مغشوشه ولا سليمه؟ هي عليها كده قطتين مرسومين، واحده بيضه والتانيه سودة. شوف كده الازازه مرسوم عليها قطتين. والله ده عليها قطتين. ده كل حاجة هنا قطط يا جدع، في قطط قاعدة وقطط مرسوم. يخرب نفوخك يا جنش، القعدة هتبقى آخر صهللة. لسه ما نشرب يا معلم. افتح الإزازة ليلة كهرمان. اشرب يا معلم سيد. صحتك يا معلم سيد يا مرشيدس يا ملك العربجي. المية الحلوة حلوة، مفيش فيها سبيرت احمر يا معلم سيد. امال احنا كنا بنشرب ايه قبل كده؟ جاز. كنا بنشرب جاز. هو البيدة قال كام 1000 جنيه؟
100,000 يا معلم سعيد. الواحد لما يحب يشيلهم يا جنش ينقلهم على كام نقلة دولت. لا 100,000 والكام باريزة دول عندهم ازاي الواحد يا خالد؟ ولما يكون واحد لا بيعرف يحسب ولا يقرا ولا يكتب زيك يفضل يعد فيهم كام يوم يا جنش؟ 6 شهور 7 لو اتفكوا بقى قروش 3 سنين. يا سامح تحت امرك يا منير بيه. ايه يا سامح ده؟ ايه اللي حصل في الكافيتيريا؟ مين دول؟ الزباين يا منير بيه. يعني ايه زباين؟ ما نقدرش نمنع حد يا منير بيه. هات الحساب. انا عارف الايام دي في ناس بتطلع مرة واحدة كده، الواحد منهم من مفيش خالص لكم 1000 جنيه جوه جيوبه. بيشتغلوا ايه دول يا سامح؟ اصحاب عربيات يا منير بيه. لازم عربات كارو. هات الحساب حالا يا فندم. اجيب لي سيادتك الشيك. خلاص يا حياتي البلد كلها ما بقاش فيها حتة الواحد يعرف يسهر فيها. معلم سيد انا سامع يا جنش. العمل يا معلم سيد. اسمع يا جنش، انت عليك تنكشهم والباقي عليا. وانا عاوز حاجه غير ان انكشهم. لو انه سجاره امسك السجاره وخبي الكبريت خفيه خالص بعد اذنك. بس تجيبه. منير شايف يا منير؟ واحد منهم جاي علينا. قلبي حاسس ان الليلة دي مش المهمة. امر سعادتك. ويطر انت وطر. يا فندم. فين التليفون؟ اتفضل معايا. معاك؟ اعرف انت موديني فين. انت مش طالب التليفون؟ لا انا مش طالب التليفون ولا عاوز اتكلم في التليفون ولا حتى عاوز اعرف هما بيتكلموا في التليفون ليه وعشان ايه. امال عاوز ايه بالظبط؟ هات ودنك. ايوه فهمت. ده بقى يبقى بعيد شويه في اخر الطرقه دي، بس خلي بالك في واحد مخصص للرجاله وواحد مخصص للستات. اوعى تغلط تبقى مصيبه. وانا لا مؤاخذه اعرف رجالي من حريمي ده ازاي؟ شوف مكتوب على الباب بالانجليزي بتاع الرجاله مكتوب عليه men. نعم. وبتاع الستات مكتوب عليه ladies. رياضز فادك الله. فهمت انا كل حاجه. خدمه تانية؟ لا متشكرين اوي. رياضز وده هعرفها ازاي دي؟ طب ما بدل ما يكتبوها يرسموها ولا برضو يرسموها بالانجليزي. ده على بيه. طبعا انت ما تعرفنيش في الحقيقة. احسن لا. احسن يستحسن انك ما تعرفنيش خالص. قول لي ايه بقى الحكايه؟ حكايتي بقول يعني مفيش داعي نلف وندور على بعض. حكايه الفلوس، حكايه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه بتوع ايه؟ بتوع قطع غيار السيارات. مش فاهم. الجمرك. سيادتك تقصد ايه بالظبط؟ 100,000 جنيه اللي بقوا 10,000 جنيه. ايه في صفرين نقصوا؟ شوف يا محترم، صفرين يعني حاجة ملهاش لازمة خالص. يعني مفيش لكن الصفرين دول اشتغلوا معاك كويس قوي. افهم من كده يعني. كلمة تتكلم هنا ولا تحب تتكلم هناك؟ هناك فين؟ عندنا في مديرية الأمن. سيادتك. ايوه انا بس متنكر. 100,000 جنيه يبقوا 10 ازاي وليه؟
ما سألتش الشيخ نظير في الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟ نعم. اتفضل اتكلم. عملت ايه علشان تشفط الشفطة دي كلها؟ ما زورتش؟ ما حسيتش انك زي الحية اللي بلعت ارنب؟ ولا كلمة. سيادتي بيتكلم. واي حاجة تاكلوها كده تزلطوها تشفطوها 100,000 جنيه يبقوا 10. عملت ايه؟ اعترف هنا احسن. الاعتراف هناك صعب قوي. بس يا فندم دي الحقيقة، صدقني. مصدقك. تمام يا معلم، كله تمام زي ما سعادتك امرت. اتكلمت في التليفون يا جنش؟ ايوه اتكلمت واستريحت خالص. جنش الاستاذ اعترف. سألت يا معلم عن الست اللي معاه؟ لا لسه. طب ما تشوف كده اسأله. ايوه هسأله. اسمع يا سيد منير. تحت امرك يا فندم. الهانم دي تبقى مين؟ ما اعرفهاش. يا سلام، ما تعرفهاش ازاي بقى؟ ازاي لا مؤاخذة تقعد مع واحدة ما تعرفهاش؟ هي اصلها يعني انا عارف اصلها. هي ملهاش اصل خالص. كل اللي عايز اعرفه هي ليها دخل في العملية. لا 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 ملهاش دور خالص. علم قول له يسيبها ويروح اهو. انا جنش. وبعدين ايه الحكاية بالظبط؟ هقول لك الحكاية بقى اننا ولاد بلد وعترة ونعجبك قوي. والناس مش بالهيئة يا اخ. ولا بالهدوم اللي هي لابسينها. وانت والهانم اللي ما تعرفهاش دي والجدع الويتر ده لا مؤاخذة يعني نطورتوا علينا كم كلمة كده مش ولا بد يعني. بس احنا بقى اجدع واشرف منك. احناش مباحث. انت راجل عبيط. احنا شكلنا لا يمكن يكون مباحث. احنا عربجية يا اخ. عربجية ومش هنكون غير عربجية. لكن انت حرامي. الحية اللي بتاكل الارنب. وشرفك ده لا مؤاخذة زي شرف الهانم اللي انت ما تعرفهاش. كفاية او باش زبالة. انا لازم اطلب لكم البوليس. لازم. او راجل صحيح اطلب البوليس. ولو جه البوليس انا هقول له بتاع قطع الغيار. نعم. ايوه يلا بينا. او باش المحلات المحترمة بقت اسطبلات. سنة الله، دول منين دول يا منير؟ انا عارف. الايام دي محدش عارف فيها حد. شكلهم مريب. ايوه يا منير بيه. انا طالب الحساب بقالي ساعة. جاهز يا فندم. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا فاكرين هنا ايه؟ انا من الاول قلت لكم ان هنا محل سياحي. عارفين يعني ايه سياحي؟ وبعدين تطلعوا عربجيه. مالهم العربجيه؟ الله بني ادمين. انت ما قلتش كده. ما هو قال لك ايه؟ انت قلت لي ان المعلم سيد مرسيدس صاحب عربيات. ما قلناش حاجه. انا صاحب عربيات. كانوا برضه عربات. اسمع هات لنا علبتين سجاير لاك سترايك. لك ايه؟ المعلم سيد بيقول الكلمة مرة واحدة بس. قال لك لاك سترايك تجيب لاك سترايك. المعلم ما عندوش لغوة أجنبية زيكم. يعني لو عرف ينطق الكلمة مرة واحدة ما يعرفش ينطقها مرة تانية. فاهم يا أخي؟ هاتوا الفلوس. السجاير هنا ثمنها يندفع فوري. يا اديله يا معلم. جنيه اهو. جنيه؟ العلبة الواحدة ب75 قرش. 75 قرش؟ دول يا ابني أجرة نقلة العربية وعدم المؤاخذة الحمار وأنا نمشي من بين السورين لغاية السيدة نفيسة ب75 قرش. والله الأسعار هنا كده. بقول يا معلم هات. أنا نفسي أشرب سيجارة لاك سترايك. نفسي. انت عارف الحوادث الايام دي كتيره. تحصل لي حادثه اموت فيها ونفسي في سيجاره لاك سترايك تبقى. ايوه هات علبتين. 5 جنيه اهم والباقي علشانك. ميرسي يا بيه. ميرسي. الباقي ايه الباقي كله عشانه دي لا مؤاخذه. اصل افتكرت ان الفلوس معانا دي حرام ومش غرمانين فيها حاجه. 75 و75 يبقوا جنيه ونص يا معلم. يبقى فاضل من 5 جنيه 3 جنيه ونص. يا سبحان الله، ده لدع 3 جنيه ونص في غمضة عين الراجل ده. صب يا جنش. صب يا معلم. ليلتنا كهرمة. شايف يا جنش الراجل اللي جاي ده؟
خواجه لابس برنيطه زي الخواجه المرسوم على ازايز الخمره. انا مره شفت ازازه خمره فاضيه مع الواد ابو سريع بتاع الروبابيكيا، كان مرسوم عليها خواجه زي ده بالظبط، البرنيطه والسكر. بقول لك يا معلم، ايوه جنس، ما نجيب ازازه من النوع اللي بتقول عليه ده. ها؟ على فكرة الناس بتوع الخمر دول مخهم آخر ذكاء وعلى النعمة، بيرسموا رسم على الأزايز يا جدع. إيش قطة سودة وإيش قطة بيضة وإيش راجل لابس برنيطة وفي حصان كمان. حصان ده يبقى تبعنا. حلو يا جنش. هو الخواجة قاعد فين؟ إيه؟ خبر زي بعضه، ده قاعد ورانا. الحمد لله اللي ماهوش بعيد. نادي على الجرسون الويتر ده ده هو جاي اهو بالسجاير. خدها السجاير يا فندم. دي لاك سترايت. ايوه يا فندم. ايه فين الرسم والرسومات اللي عليها؟ الرسم على الازايز بس يا جنش. اسمع يا ويتر. ايوه يا جنش، خليك معايا. اسمع يا ويتر. في الخدمه يا فندم، انا تحت امرك يا فندم. شفت يا جنش ال3 جنيه عملوا ايه؟ ونص جنيه كمان فوقهم. شوف بقول لك يا بيه، جوز جنيهات كمان يقول لك يا باشا. في الخدمة يا فندم. النبي يا حات والدك دقيقة واحدة بس كده، هنتشاور أنا والمعلم في حكاية كده. ممكن يعني أمشي يا فندم؟ لا ما تمشيش. معلم اديله ورقة ب10 عشانه هو. يعجبني فيك يا جنش انك مخك ناور. يلا. عايزه طول الليل كده يلف حوالينا وهو يقول يا سعادة البيه يا سعادة الباشا. نفسي مرة حد يقول يا سعادة البيه. ليك انت؟ ايوه صحيح يا جنش، العربجية ما فيش حد بيقول لهم يا بيه ابدا. استنى لما نلعب بقى. يا وتر يا وتر يا وتر. افندم خد ال10 جنيه دول لك بقشيش فنجرة. ميرسي قوي يا بيه. أيوة. ميرسي قوي يا بيه. هو البيه. شوية لينا احنا، ما تخليه يقول لنا حاجة. علشان خاطرك انت يا جنش. ميرسي يا جنش بيه. اثبت. فينك يا فكيهة؟ اخرب على مش مصدق نفسي. انا جنش بيه يا ناس. خلاص خلينا في المهم. خلينا في المهم. الازازه الاولانيه اللي انت جبتها دي مش كويسه. ايه الظاهر عليها مضروبه. لا يا بيه، لا احنا ما فيش عندنا حاجه مضروبه ابدا يا بيه. يبقى النوع بقى هو اللي مش كويس. بالعكس يا فندم، الويسكي اللي انتوا شربتوه ده ويسكي ممتاز يا بيه. بس انا شربت اجدع منه قبل كده. نوعه ايه يا جنش بيه؟ الحقيقه انا مش فاكر اصلا، انا كنت سكران. لكن اسمع بص الخواجه اللي قاعد ورانا ده طوالي كده. شايفه يا بيه؟ مرسوم على الازازه بتاعته اللي بيشرب فيها واحد زيه بالظبط. عرفته يا بيه. طب هات بقى ازازه. يلا حاضر يا جنش بيه. والنبي الله. معلش. طب بقول لك ايه، المزه يا اخ. حاضر يا جنش بيه. يا خراب، انا خايف ناخد عليها. يا متر. ايه ده؟ معلم سايب الراجل اللي فاكرينه خواجه ناطق عرب. وانا اللي كنت فاكره هيتكلم جريجي، لكن ده شبه الخواجه المرسوم على الازازه بالظبط. بص على الصوره وبص له كده. يا سلام، الشكل واحد يا جدع. يا متر. امرك ابو جبل بيه، امرك. ايه يا سامح ده؟ انت سايبني يعني من بدري. متاسف ابو جبل بيه، تؤمر؟ كرفوازيه الدبل، وانا مستني واحد هيسال عليا. اول ما يوصل ابو جبل بيه هوصله لسعادتك. شاف يا معلم سيد، احنا بيه وهو فين؟ اصله لسه ما دفعش. لكن سمعت اسمه. اسمه ابو جبل. اسمه خشن قوي يا جنش. اتفضل ابو جبل بيه قاعد هناك اهو. متشكر. ايه ده؟ اللي جاي له ده مش لابس برنيطه زيه يا معلم. سمين برضه. مساء الخير يا ابو جبل بيه. اهلا. ايه ده؟ انت اتاخرت ليه كده ليه يا استاذ ماهر؟ الحقيقه شغل
تتصور كنت في المكتب لغاية دلوقتي؟ لازم بقى زحمة شغل. مكتب المحاسبة بتاعي من أشهر المكاتب دلوقتي، عندي كبار العملاء اللي زي حضرتك. طب نتكلم بقى في الشغل. شوف يا ماهر بيه. نعم. محلات الفول والطعمية بتاعتي الضرايب عاملة عليها مبالغ خرافية. الضرايب مش مشكلة يا أبو جبل بيه. ازاي؟ الحمد لله أنا متخصص ضرايب، يعني لو عليك 1,000,000 جنيه بعون الله تدفع 100 وتقسط 100 تانية علشان ما فيش معاك. ما تخافش عليا في مسائل الضرايب يا أبو جبل بيه. ايه لابس خواجه واسمه ابو جبل؟ يا خبر ابيض، وعنده محلات فول وطعميه وعليه ضرايب. مش عايز يدفع. طول بالك يا جنش، طول بالك. طمني يا أستاذ ماهر على حكاية الضرايب دي. اسمع. نعم. أنا في الحقيقة عملت ديكورات في محلات الفول والطعمية بتاعتي. ديكورات. اتكلفت كتير؟ هو مش كتير يعني، هو كم ألف كده. الحقيقة في ولد مهندس ديكور عمل لي شوية لعب حلوين قوي. تدخل المحل من دول تلاقي شكله ظريف خالص. ده يجر رجل الزبون. تعرف أنا عايز أرفع السعر. ترفع السعر؟ أشوف سندوتش الفول عندنا بقرشين ساغ، عاوز أخليه ب5 تعريفة. انت عارف طبعا ان اسعار المواد الخام غليت والديكورات فاهم. تقدر ترفع سعر الساندوتش زي ما انت عايز، ما افتكرش ان حد هيقول لك حاجه. طب وزاره التموين؟ ساندوتشات الفول والطعميه عمرها ما دخلت تسعيره. في العاده ثمن الساندوتش بيكون حسب قيمته. افرض واحد طلب ساندوتش وفيه بيضه، لازم ثمنه يبقى اكتر. زود وما تخافش، ولو حد سالك قول. يقول له ايه يا سعاده البيه؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا جاي لك وهقول لك انا مين. ايه ده؟ تعالى يا جنش معايا. انا معاك على طول يا معلم. ايه ده؟ انتوا مين؟ يا سامح. تعالى هنا. ايه مين دول وجنسهم ايه؟ ها مين دول؟ اسكت انت يا ويتر، انا اللي هكلمه. احنا اللي بناكل الفول والطعميه. ليه يا مفتري عايز تخلي السندوتش ب5 تعريف؟ امال لو كان سندوتش فراخ يبقى بكام؟ ب4 جنيه. جنن جاهز يا معلم. هتحصل هنا خناقه بحق وحقيقه. جنن. وحد الله يا سيد بيه مرسيدس، ابو جبل بيه عصامي زيك. اهدى شويه. اهدى ازاي يا جدع؟ ده محدش بياكل الفول الا احنا يا اخي. الظاهر عليهم سكرانين يا ابو جبل بيه. هم فعلا كده. طيب لطفهم علشان نخلص منهم ونمشي من هنا. لا ابدا، احنا مش هنمشي زي هم اللي هيمشوا، وهتشوف انا هعمل ايه دلوقتي. طيب تسمع يا اخي انت عايز ايه؟ محلات الفول اللي بيقول عليها ابو جبل بيه مش زي محلات الفول المعروفه طبعا، دي محلات فول سياحيه. فول سياحية؟ ايوه. عند الاهرامات يعني؟ لا مش عند الاهرامات ولا حاجه، دي في وسط البلد وفي كل الاحياء. ايه بيبيع سندوتش الفول بالعمله الصعبه؟ لا. امال ايه لا مؤاخذه؟ اللي يشتري سندوتش لازم يكون معاه بازابور. استاذ ماهر. أيوة. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ ماهر. يا ابو جبل بيه يا معلم هي صحيح بتبيع لكل الناس، كلمه سياحيه دي يعني محلات شيك. سبحان الله، انا ما كنتش اعرف ان اهل مصر بقوا كلهم سياح جوه بلدهم. سيد بيه جنش بيه، وحد الله. تعالى. الليله ظريفه ولازم تمشي كلها ظريفه. معلش يا ابو جبل بيه، سيد بيه اصله مبسوط شويه. انا بقى مش مبسوط. ازاي اشوف البلاوي دي وابقى مبسوط؟ يطلع مين سيد بيه ده؟ اطلع صاحب عربات نقل، والفول هو حياتي، هو العصب بتاعي، مأكولي ومأكول مواتير العربيات بتاعتي. مواتير العربيات؟ العربيات بتاعتك بتاكل فول؟ ايوه يا ابو جبل بيه، اصلها عربيات كارو. اسمها كارو يعني كارو ده يا معلم. يعني عربجي ها؟ يعني انت عربجي. لا في الحالة دي لازم احنا بقى اللي نقوم يا استاذ ماهر، لازم نمشي. صب يا جنش. ايه يا معلم؟ ايه الحكايه قلبت عكنانه كده ليه؟ يا جنش حاجه بالعقل. ليه بقى السندوتش ب5 تعريفه؟
الفول هو الفول، والقدح سعره معروف، وكل يوم بنشتريه عليقة للبهايم، مش كده ولا ايه؟ وتمن العيش معروف، وعمر العيش ما يغلى، يبقى ليه يعني؟ تفاصة بقى، تفاصة. بقول لك يا معلم. ايوه جنش. ما نرفع احنا كمان. نرفع ايه؟ نرفع سعر، نرفع سعر النقلة زيه. ايوه، علشان ما نشتغلش خالص، علشان نموت من الجوع. انت فاكرنا زي ابو جبل بيه؟ هو يرفع ويكسب الوف، لكن انت ترفع تجوع. لا يا معلم، ما احنا هنعمل دكور زيه. دكور ايه اللي هتعمله زيه يعني؟ هتعمل ايه يعني؟ هتلبس الحمار بدله وهو بيجر العربيه؟ يا معلم مش الحمار، مش الحمار، العربيه. ايه؟ نعمل لها دكور، ندهنها بالبويه، هنا حمراء، أيوه. هنا حته خضراء، ونكتب عليها من ورا 1000 صلاه على حضره النبي. ما تبصليش بعين رضية، شوف اللي مدفوع فيا يا ناس، يا شر كفاية. جنش، كل ده مفيش منه فايدة. إذا رفعت سعر النقلة زي ما بيقول هتموت من الجوع. في مواتير يا جنش، في عربيات مستوردة. صب وقول يا باص. تعالى هنا يا حاج دارس. هنا في الترابيزه الفاضيه دي. مش بطال. الله ده ولاد بلد زينا، ده مفيش منهم خوف يا معلم. هم صحيح ولاد بلد، بس شايف لابسين جوخ وكشمير برضه مكرشين خالص. لا ولا يا معلم، انت بتسأل كتير ليه يا جنش؟ بس عشان استفهم. بيسأل يا جنش. هم كل اللي بيشرفوا هنا مكرشين كده ليه؟ والله يا جنش علمك، لكن لله في خلقه شؤون، وانا يعني كل يوم هنا. طب قول يا معلم سيد. انا عمين. الراجل ده هو اللي ورانا ده، لا مؤاخذة، لو اترسم يعني اترسم فين؟ يعني يرسموه، يعني يترسم على ازازة ولا على ورقة معسل؟ الله يجازي شطانك يا حين. شفت بقى فرفشتك ازاي؟ الواد الويتر جاي. مش قصدي، ده مش قصدنا احنا، قصد الكشمير. مساء الخير. مساء النور. تحت امرك يا بيه. عاوزين بقى نتعشى، بس الاكل بقى الخواجات بتاعكوا ده ما ينفعش معانا، احنا نحب الاكل الكتير، مش عينات. سألته السؤالات يا معلم بتاعتك؟ سألته طبعا. الحمد لله ان الحمير والبغال مش من الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها. اشمعنى يا معلم سيد؟ اصل الحاج سيدي بيتاجر في الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها بس. ليه لا مؤاخذة؟ عشان هو عايز يذبح الناس، يذبحهم ويشرب دمهم. بس اكيد في واحد زيه بيلعب لعبته في سوق الحمير والبغال. اكيد في كل سوق واحد سمين زيه يشتري السوق كله ويبلعه. الحياة جنش اللي تبلع الارنب ومفيش عليها حاجة. بالهنا والشفا يا حاج. زمزم جمعا ان شاء الله. بقول لك ايه يا عليوه، بعد ما نخلص من سوق الجمال في امبابة عندنا مشوار. بعيد ولا قريب؟ مش بعيد قوي، في مزاد جناين برتقال في القليوبية، ولا يمكن يفوتني ابدا. يلا بينا، خلي التكالنا على الله. الله، دول لا يمكن يكون تكالهم على الله ابدا يا جنش، دول تكالهم على ابليس. سيبك امسك يا معلم كاسك. مش هشرب خمره تاني يا جنش. ليه يا معلم؟ مش عايز اسكر. ده احنا عالم خياب قوي، غلابه قوي. الواحد منا بيفرح لما بيلاقي حته ب5 على الارض. الدنيا بتكون مش سايعاه لما ربنا يرزقه بنقله تكون حلوه والمعلوم بتاعها حلو. امال الناس دي 100,000 والمليون والكده والفلوس اللي ما نعرفش حدها. يا معلم احنا جايين نفرفش يا معلم. دي الفرفشه يا جنش، الفرفشه
انك تعرف اللي ما تعرفوش وتشوف اللي عمرك ما شفته. يا معلم امسك كاسك، امسك، سيبك من اللي بتقوله ده. احنا ما شربنا. عندي بقى حتة أرض عاوز أبنيها، ودي سهلة قوي. أخطط الأرض وأفحت الأساس وأكتب يافطة وأجيب كرسي وأقعد كل يوم ساعة لمدة 3 أيام. ألم تكاليف العمارة وأقبض خلو الرجل يكلف العمارة كلها، وابقى بنيت ببلاش وبعت بفلوس. قوم بقى اطلب لنا الحساب علشان يدوب على ما نوصل السوق. عينيا. توصل السوق؟ انت مش هتوصل السوق يا حاج، احلق شنبي بزراعة السوق. جنش. معلم. اكسر رجل الترابيزه دي وهاتها وتعالى. وجب. انا مستني الحكايه دي من بدري. رجل الترابيزه جاهزه في ايدي يا معلم. حصلني. ايه اللي حصل؟ سيد بيه، جنش بيه. لا سيد بيه ولا سيد زفت، محدش له دعوه بيا خالص. ويكون في علمك هذا انت اسمه ايه ده؟ ويتر يكون في علمك هذا ويتر انت. انا مش بيه ولا هكون بيه، ولا حد من ولادي او ذريتي هيكون بيه. انا بقول الكلام ده بعيل وحسي عشان الكل يسمعني. واللي مش عاجبه يتكلم بالطريقه دي. شايف شكله هو اللي معاه ايه الحكايه يا سيد بيه؟ حد ضايقك؟ حد لا سمح الله قال لك كلمه ما عجبتكش يا سيد بيه؟ احنا ما حدش يقدر يضايقنا. قلت ما حدش له دعوه بيا. جنش. كل اللي تامر بيه ماشي يا معلم. خليك جاهز يا جنش. في المحل تشتشه حالا جاهز. عاوز نطيح في العالم ده كله، مستعد وجاهز. عايز عربيات الاسعاف تحاول من هنا طول الليل، انا مستعد وجاهز. لا جنش، احنا مش بتوع دشدشه ولا عايزين نطيح في حد، وربنا يبعدنا عن الدم. سيد بيه، جنش بيه، علشان الزباين انت عاوز ايه بالظبط يا سيد بيه؟ اللي انا عايز اعمله هعمله. الحساب يا متر عشان نتوكل احنا. يا ويتر اسمع، روح خد حسابك من الحاج، سامعني؟ خد حسابك من الحاج اولا، وبعد ما تاخد الحساب تعالى. امرك يا بيه. ايه يا معلم سيد؟ ايه اللي حصل يعني؟ كده عملنا زيطه وهيص على الفاضي. لا مؤاخذه، قلت لك اكسر رجل الترابيزه، كسرت رجل الترابيزه. والويسك ده كل خساره يا معلم، خساره. انت مش عارف نقطه الويسك دي واقفه علينا بالشيء الفلاني. الله، عايز ايه يا جنس؟ خلصني. عايز اقول ان انا كسرت رجل الترابيزه وما عملناش اي حاجه. الصبر هتعمل دلوقتي حالا، بس خليك جاهز. انا جاهز تمام. شايف الناس اللي في المحل ده يا معلم؟ كلهم عمالين يبصوا لنا، لا مؤاخذه، زي ما نكون ممثلين سيما يا معلم. اجهز يا جنش. ميرسي يا بيه. تشكر يا ابن الناس. يلا بينا يا عليوه. خليك قاعد مطرحك يا حاج قطران. 3 بالله العظيم لو قمت مش هيحصل لك. طيب الله، لا تكون اخر ليله في عمرك الليله. سبحان الله، ايه العباره يا عليوه؟ مش عارف يا حاج. اسمع كلام المعلم سيد انت وهو. احسن 3 بالله العظيم هي خبطه واحده على نفوخ كل واحد منكم. خبطه مفيش غيرها، فاهمين؟ وعلى طرف الغفير ومستعد للسجن. جنش بيه، ايه الحكايه يا سيد بيه؟ مفيش حكايه ولا حاجه. الحاج والجدع اللي معاه دولت مش هيمشوا من هنا الا الساعه 12 بكره. ليه يا بيه؟ معرفش ليه، لكن هم مش هيخرجوا من هنا الا بكره الظهر. انا قاعد وهم قاعدين. الله، هو الاخ مبسوط شويه ولا ايه؟ لا انا مش مبسوط ولا حاجه، بعيد عنك. انا مغموم. قصدي مفرفش شويه يعني. حاكم انا عارف الخمره دي ملعونه. شوف يا حاج، انا شربت كل اصناف الخمره اللي في الدنيا كلها، لكن دماغي عمرها ما لفت. انت مش هتمشي من هنا يا حاج. الله، انت تعرفني يا معلم؟ لا. في لا سمح الله بيني وبينك حاجه؟ بيني وبينك شخصيا؟ لا ما في. سبحان الله، امال مالك ومالي؟ انا راجل ورايا اشغالي واعمالي. هتقعد هنا للساعه 12 لغايه سوق الجمال ما يخلص ومزاد الفاكهه برضه يخلص، وبعدين تخرج. بس يبقى انا فهمت. لازم واحد من معلمين الكبار هو اللي مسلطك، لكن انا بقى الحاج دعبس، الكل عارفني. تعال، ولا تزعل يا معلم سيد. عليوه. ايوه يا حاج. اديله 300 ورقه.
عمرك يا حاج. بلاش تتعب نفسك يا حاج. ال300 شوية، خليهم 500 يا عليوة. كل اللي تؤمر بيه ماشي يا حاج. امسك يا معلم الفلوس، بلاش تكسر كلام الحاج. يا خبر اسود، 500 جنيه ايه العبارة يا معلم سيد؟ ما تقبض يا معلم. جنش. نعم. انت تفضل ساكت خالص. خليك ماسك النبوت اللي في ايدك ده وجاهز، اذا قلت لك اضرب بيضرب، فاهم؟ فاهم يا معلم سيد. انا بقى مستعد ادفع 1000 جنيه بس بشرط انك تقول لي مين من المعلمين اللي مسلطك عليا. يا حاج عيب يا حاج، انا لا اعرفك ولا اعرف معلمين خالص. انا بشتغل لحسابي وحساب ناس تانية كتير، بشتغل لحساب الناس كلها، وهي كلمة مش هتقوم من هنا يعني مش هتقوم من هنا. طب خليني معاك، مين الناس دول؟ عاوز اعرف. عايز تعرفهم؟ ايوه. كل واحد في البلد دي بياكل لحمة جملي او بقري او برتقال. انا بمنعك علشان امنع الغلا. ده شغل ناس بتوع كوبايه وبلطجيه. بلاش غلط بلاش غلط، احسن هي خبطه واحده على النافوخ. جنش اهدى اهدى. شوف يا محترم، انا راجل عرباجي، وفي فرق بين عرباجي وبلطجي. انا راجل بكسب لقمتي بالعرق، بالشقه، بالغلب. لما تكون العربيه محمله والبهيم بيتعب انا اللي بجراه. عيب يا حاج، خلينا كويسين وانت مش هتخرج. يا مد يا مد، تحت امرك يا بيه. ايه رايك بقى في اللي بيحصل في المحل بتاعكم يا بيه انا فاكركم اصحاب يا بيه. احنا لا اصحاب ولا نعرف بعض. المطلوب مني ايه يا بيه؟ عاوزين نقوم نشوف مصالحنا، ورانا اعمالنا. ده مش كويس ابدا علشان سمعه المحل. مش هتخرج يا حاج. اجازه جنش. يا متر اطلب البوليس. يا بيه الاوتيل من يوم ما اتبنى مفيش بوليس جه هنا خالص يا بيه. ده مش كويس علشان سمعه المحل يا بيه. طب والعمل؟ المساله بسيطه يا بيه. سيد بيه، جنش بيه، علشان خاطر جبر الخواطر على الله. مش هيخرج يعني مش هيخرج، وانت كمان بلاش تتعب نفسك. جنش. يا معلم سيد. مولا على طول وقف الوقفه، توقف الوقفه، اتكل على الله واخبط الخبطه. ماشي. انت جدع ويطر انت تمشي من هنا احسن، بدل ما استفتح بيك. حاضر يا جنش بيه. فهمني؟ الله، انت ماشي ولا ايه يا متر؟ انا هجيب مدير الامن بتاع الاوتيل يا بيه. احنا عندنا جهاز الامن الخاص بينا يا بيه. جهاز الامن؟ هات اللي تجيبه، ان شاء الله تجيب مجلس الامن هنا شخصيا. كلام المعلم سيد لا كبير. اللي اقول لك اضربه تضربه. يعني الراجل البيه اللي جاي ده ان ما عرفش اتفاهم معاه انش وخبطه. اسم الله عليك، لا حول ولا قوة الا بالله. مالك ومال الله؟ ربنا ما قالش تعمل العمايل السودة دي. في ناس مش لاقيه ماسوره عشان تسلقها وتفت في الميه بتاعتها، وانت السبب. انت جاي هنا عمال تطلب في لحمه، هات لحمه. مش هتروح السوق ولا هتروح المزاد. في ايه الحكايه؟ انت سياده مدير الامن؟ ايوه. طب اعمل معروف، المعلم ده والجدع اللي معاه زي ما سيادتك شايف كده منعنا من الخروج، واحنا ناس ورانا اشغالنا، ثم دي مش مصول ابدا. ايه الحكايه يا معلم؟ زي ما قال لك كده، مش هيخرج. ليه؟ للمصلحه العامه. انا مش فاهم. لكن انا فاهم وهو فاهم. اسمع يا استاذ يا مدير، انت معلم سيد ما يحبش كتر الكلام، يحب الكلمه كلمه، خدها من قصرها وارجع من مطرح ما جيت، فاهمني؟ عشان كلام المعلم هو اللي هيمشي، ماذا والا سيبني يا معلم. ايه جنش؟ يلا لسه شويه جنش. حاضر لسه شويه يا معلم. من فضلكم بصوت واطي علشان الزباين. احنا مش هنتكلم خالص، بس الحاج مش هيخرج. طب ممكن سيادتك تريحني وتقول لي ليه؟ الحاج ده خطر ومش هيخرج من هنا. احنا ما عندناش كلام زي ده ابدا. الحاج هيخرج وانت هتخرج قبل منه. فؤاد، علي، وحي، عباس، في هجوم علينا يا معلم. تخفيهم يا جنش، وزي ما ترسي ترسي. كتفوه كتفوه كتفوه. مش عايزين نزل. سبحان الله، سبحان الله. سيب بره.
معلم سيد، احنا واقفين ليه لا مؤاخذة؟ مش عارف يا جنش برضه، مش عارف. غلبونا يا جنش. ايوه كان نفسي احوشه لكن ما قدرتش. يلا نمشي. نعم نمشي لغاية ساقية مكي. ده مشوار عايز له تاكسي يا معلم. مفيش فلوس يا جنش ولا مليم. دفعت كل الفلوس للجدع الويتر ده، بس غلطت. كان معايا 3 جنيه حلال، دفعتهم مع الفلوس الحرام من لخمتي. الحرام بياخد الحلال معاه ويمشي يا معلم. لا يا جنش، الكلام ده مع الغلابة اللي زينا بس، لكن مع ناس تانية الحرام بيحب الحرام. هديك شفت يا سيد، شفت 100,000 وشفت الشفط واللط، والناس اللي بتضرب ضربة تبني عمارة وتشتري سوق. جنش. نعم. دول يا ابني بيسرقوا دم الناس، دم الغلابة اللي زيي وزيك. بيسرقوا رغيف العيش اللي بناكله وصحن الفول اللي بنفطر بيه. ايه ده معلم؟ انت بتتكلم كده ليه؟ بتتكلم كده، ده الدمعة بتفر من عينك. خلاص انسى ده الليلة كانت ليلة حظ وفرفشة. كانت ليلة ملعونة، دي فلوس ملعونة زي الشيخ ما قال. الأول ما كنتش عارف، لكن بعد ما عرفت هفضل محصور. وكل ما أعرف إن حاجة تمنها غلي هتحسر أكتر. روق يا معلم. ما أنا مروق يا ابني. ايه ده الله، ده في زميلنا جاي ورانا اهو. والله يبقى مش هنروح ماشيين يا سيد. الله ده الواد حسونة. أو لا حسونة ولا حسونة. الله مين؟ جنش كمان المعلم سيد. يا صباح الفل، انتوا كنتوا فين؟ ايوه صحيح. ايوه صح. احنا كنا فين يا معلم؟ كنا في حتة ما تتسماش يا جنش، الله لا يعودها ليلة. وكانت ليلة حظ. بطولة عبد المنعم إبراهيم في دور سيد زيان في دور جنش. بالاشتراك مع نبيل دسوقي، عبد العظيم بدار، محمود السيد، إبراهيم الدالي، عدلي الشرقاوي، شفيقة عثمان، أحمد كمالي، محمد الحسيني، وإسماعيل النجدي. الهندسة الإذاعية فوزي جويد وطلعت وهب. ليلة حظ، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. أعد لكم هذه السهرة نجلاء الخطيب.